حكايتنا النهاردة عن جملة أغلبنا بيقولها لما بنتعرض للظلم أو للقهر، وهي ده حكم قراقوش. طيب مين بقى قراقوش ده اللي المصريين خلدوا اسمه لكن في السخرية والهزار؟ قراقوش في الحقيقة ما كانش شخصية هزلية خالص، ده كان وزير كبير في عصر صلاح الدين الأيوبي اسمه بهاء الدين قراقوش. راجل كان ماسك إدارة أمور مصر كلها وبنى قلاع وحصون، يعني كان ليه دور مهم جدا في التاريخ. بس المشكلة إن قراقوش كان صارم جدا وما يعرفش الهزار، وفي حكمه ناس كتير حسوا بالظلم وقراراته كانت قاسية، والمصري بطبعه ما بيحبش اللي يفرض عليه حاجات بالعافية، وبدل ما يخافوا منه عملوا منه مادة للضحك والسخرية. واللي زود الطين بلة إن في كاتب مشهور اسمه ابن مماتي كان بينه وبين قراقوش عداوة، وقرر ينتقم منه وكتب كتاب ساخر سماه الفاشوش في حكم قراقوش. حط فيه أحكام غريبة ومضحكة لحكم قراقوش، وأغلبها مفبرك، زي واحد عطس قدام قراقوش فاتغرم، وواحد تاني غلط غلطة صغيرة فالقاضي أمر بهدم بيته. القصص دي كانت هزار، لكن المصريين لقوا فيها متعة وضحك، ومن يومها أي حكم ظالم أو قرار ملوش معنى بقوا يسموه ده حكم قراقوش. يعني الراجل اتظلم في سمعته من وزير صارم لرمز للظلم وللسخرية. بس هنا يبان جمال المصريين، عندهم خفة دم عجيبة، حتى الظلم يحولوه لنكتة، وأي قسوة بيواجهوها بالضحك. ومن آلاف السنين وهم بيحبوا الهزار والسخرية، أوقات حتى بيسخروا من نفسهم ومن حالهم بأسلوب يخلي الضحك أهون وسيلة للمقاومة. وبالمختصر كده المصريين عملوا من قراقوش أول ترند ساخر في التاريخ، ولو كان عايش دلوقتي كان زمانه مادة للسخرية يوميا على السوشيال ميديا. هل كنتوا تعرفوا حاجة عن حكم قراقوش؟ شاركوني رأيكم في التعليقات. سلام.